عندك دين وما خلصتيش، أو عندك تخوّف تاخد الدين وما تخلصوش، أو بغيتي تعرف كيفاش طريقة التحصيل الجبري للديون في حالة ما خلصتيش، تبع معايا الفيديو للأخير. ولكن قبل هذا الشيء كليكي على متابعة وإعجاب باش تشجعنا نكملوا في هذا المحتوى. أول حاجة خصنا نعرفوا هو أن الديون تقدر تكون ديون عمومية بحال ضرائب أو رسوم جمركية أو غرامات حكمت بها المحكمة، كما يمكن أن تكون ديون خاصة، قروض، أحكام قضائية، مدنية ناتجة عن دعوى بحال الشغل والعقار، كما يمكن أن تكون بسبب شيكات وأوراق تجارية. ثانيا، طرق اللي يمكن المحكمة تقوم بها باش تحصل بها الديون. أولا، الحجز على المنقولات تشمل السيارات والمحاصيل، وفي حالة عدم كفاية ثمن بيع المنقولات لسداد الدين يمكن المحكمة تحجز على العقارات، ويمكنها أيضا الحجز على الأصل التجاري الذي يشمل العناصر المادية كالبضائع والمعنوية كالزبناء والشهرة، ويمكن لها تقتطع من الأجر الخاص بالمدين قريبا الخمس. ويمكن المحكمة أن تلجأ كحل أخير الحكم على المدين بالإكراه البدني.